بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفاتورة اللي قدامكم ديت يا جماعة فاتورة 9 فدادين. فاتورة 9 فدادين أول حش، والكلام ده زي ما قلت لكم قبل كده أنا بتكلم على الدخلة، مش بتكلم على أي منطقة تانية. وأول زرعة، يعني هي أول زرعة في الأرض، ودي أول حشة. والأرض والله العظيم لا اتطفت ولا حاجة. الأرض الليزر طلع منها، اللودر والليزر طلعوا منها، اتبدرت برسيم وتراوت. والكلام ده زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات بتاع الفاتوره بتاع الثلاث فدادين، الكلام دوت على ارض الدخله، مش على ارض اي منطقه تانية من المناطق الصحراويه اللي موجوده في مصر كلها. لان مفيش منطقه صحراويه في مصر ينفع يتزرع فيها برسيم من اول زرعه غير في الدخله. ومفيش منطقه في مصر تديك انتاج من اول زرعه غير الدخله. الحمد لله احنا هنا بننتقي الارض على قد ما نقدر، وبنتقي الله عز وجل في الناس اللي بتامننا على اموالها. الفيديو دوت يعني اهو، يعني احنا بنثبت لكم ان كلامنا صح. اه، ان احنا مش هنورطك لما تيجي تشتري، ان احنا عارفين ان الناس تعبانه في فلوسها، فمش هنورطها، مش هنخسرها، لان احنا مهما كان يعني هنكسب من وراك، يعني عشان خاطر تيجي كده بشقى عمرك او بورث انت وارثه ومعتمد عليه وحاطط في دماغك ان ده مستقبل عيالك. فبعيده جدا ان شاء الله عز وجل، وربنا يثبتنا على كده. بعيده جدا 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 ان احنا نغشك، بعيده جدا ان احنا ننزلك في حاجه تتورط فيها. فالحمد لله بسم الله ما شاء الله. الارض اللي قدامكم ديت يعني الفدان معدي الطن. الفدان هنا محسوب بكام؟ ب 5900. ب 5900 عشان اول حشه بتتحسب كده اي فلوس كده. يعني الفدان النهارده، الطن النهارده معدي ال 6000 ونص في الدخله هنا. وان شاء الله عز وجل الطريق الجديد لما يتفتح الفدان هيعدي ال 7000 جنيه. هيبقى المواصلات بالنسبه للجماعه اللي بيصدروا، هتبقى المواصلات بتاعه الدخله اسهل من المواصلات بتاعه الفرافره. هو في فرق بين الفرافره والدخله حوالي 500 جنيه في الطن، بس الفرق ده هيتشال لما ان شاء الله عز وجل الطريق الجديد يتفتح. وربنا يسهل والطريق الجديد يتفتح في شهر 3 زي ما المحافظ قال. المحافظ قال اخر مره كان عامل لقاء كده في جريده، مش عارف اسمها جريده ايه كده، وقال ان الطريق ده ان شاء الله يتفتح في اخر شهر 3، يعني نقول على اول 4 كده ان شاء الله. يعني فاضل شهر مثلا، فاضل شهرين، مش مشكله. المهم الفاتوره اللي هي بتاعت الثلاث فدادين اللي انا رفعتها من شويه على القناه، الطن كان معمول فيها ب 6150، ما اتعملش بستة ونص وبسبعة. يعني هي لو كده كنت هتلاقيها فرقت عن كده كمان. بس يعني الراجل ايه يعني مسامح. يعني هو قال لي انا عديتها له، والله انا لقيته حاسبها لي ب 650 فعديتها له منها تاني حشه برضه. وبتبقى يعني ايه مش مظبطه قوي يعني في الجوده بتاعت البرسيم. ما بتبقاش جوده البرسيم، ما بتبقاش عاليه زي اللي مثلا بقاله 4 5 حسات، زي اللي بقاله سنه، بتفرق بالطبع. والبرسيم هنا في الدخله ما شاء الله عز وجل بيعدي ال5 سنين، ودي برضه مش موجوده في اي ارض. الله المستعان. احنا الحمد لله اتكلمنا كتير بننصح الناس يا جماعه ما تخافوش. انا بتكلم برضو على الدخله. الاراضي في الدخله هنا كويسه جدا. الاراضي في الدخله هنا نسبه المغامره فيها صفر، بس بالطبع تختار ارض كويسه. لان احنا كفتحي ما ينفعش ان انا اقول لك ان الارض اللي في الدخله كلها حلوه، ابقى انا كده غلطان. في اراضي وحشه بس نسبتها بسيطه، نسبتها بسيطه. يعني نقدر نقول ان 80% من الاراضي اللي في الدخله كويسه ممتازه جدا، بخلاف المناطق التانية. 20% ممكن تبقى تلاقي ارض صخرة، ممكن تلاقي ارض نسبة الخصوبة بتاعتها مش عالية، بس كده. فانت شوف بقى واحد زي دوت، يعني مثلا لو اشترى الفدان مثلا ب50,000 او ب60,000 وصرف عليه مثلا 10,000 جنيه الزرعة الأولى، يعني قولوا الفدان هيبقى واقف ب60 70 ألف. يعني يا حاج في سنة تجيب اللي انت حطيته في الأرض. يعني انت لو دخلت في مشروع زراعي مثلا ب1,000,000، في أقل من سنة أو في سنة هتكون لميت فلوسك تاني. ال1,000,000 جنيه هيكون دخل جيبك تاني. وزي ما قلت لكم قبل كده ان من اميز الحاجات، والميزه دي انا كنت اتكلمت عليها لما كنت في الفرافره، من اميز الحاجات هنا ان انت في مجال ان انت تكبر. انت النهارده اشتريت 10 فدادين، السنه الجايه يبقوا 20 فدان، السنه اللي بعدها ممكن يبقوا 50 فدان.
هي دي اكبر ميزه هنا. اكبر ميزه، انت مثلا لو انت من كفر الشيخ زي كده، او من الدقهليه او بحيره اسكندريه، كفر الشيخ القاهره، ما عادش في مجال، الدنيا ضاقت على الناس، ما عادش في مجال ان الناس تكبر. يعني مثلا الراجل اللي مثلا عنده فدان ولا فدانين طين مثلا في كفر الشيخ ولا في البحيره مثلا، الفدان مثلا عامل له 1,000,000 جنيه، الفدانين يا سيدي عاملين لهم 1,500,000. الفرد اعتبر ان الفدان ب750,000، بيدخل لك كام الفدان؟ واتكلمنا الكلام ده قبل كده، بس مش معلش، التكرار بيعلم الشطار زي ما بيقولوا. انت الفدان هيدخل لك كام اصلا؟ الفدان هيدخل لك كام في السنه؟ انت لو اجرته هتاجره ب 12 15 الف جنيه في السنه. لو زرعته عمره ما هيدخل لك نفس الكلام اللي احنا بنتكلمه، لان انت الفدان يجيب لك هنا 10 فدادين. اعتبر ان الفدان عندك، لو انت عندك فدان ارض هنا يجيب لك 10 فدادين، ال10 فدادين هنا يصفوا في السنه اقل حاجه 500 الف جنيه. ما انت تضرب 50 في 10 حشات، 50,000 في 10 حشات يصفي معاك الفدان 500,000 جنيه. الفدان في البلد هيجيب لك 500,000 جنيه؟ مش هيجيب. طب هيجيب 100,000 جنيه؟ مش هيجيب. طب هيجيب 50,000 جنيه؟ مش هيجيب. لا، ده انت ممكن تزرع زرع الذره، الدود يطلع ياكلها، هتلاقي نفسك حاطط من جيبك. ممكن تزرع زرعه بطاطس يحصل لك فيها، تزرع زرعه فول ممكن فالمشاكل كتير. اما في المناطق اللي احنا فيها ديت، هي ميزه البرسيم ان 1+1=2. زرعه بسيطه وسهله ومكسبها كويس وسريع. هل بقى البرسيم هيتنيه على سعره كده ولا لا؟ الله اعلم. احنا بقالنا 6 شهور البرسيم كل يوم في الطالع، 6 شهور البرسيم كل يوم في الطالع. والوضع العالمي طول ما هو بالطريقه ديت، الازمه العالميه اللي موجوده والتغيرات المناخيه والكلام اللي احنا اتكلمناه ده كله، الارض الزراعيه في الطالع على طول، سواء الارض كسعر او المحاصيل الزراعيه. وانت حتى لو بعدت عن البرسيم، لو انت زرعت النهارده مثلا رز، الارض في الدخله بتجيب رز حلو جدا، بتجيب ذره كويس جدا، بتجيب فول فوق الممتاز. يعني انت متاح عندك في ارض الدخله ان انت تزرع اي محصول انت عايزه. والحمد لله، يعني احنا من 200 فدان اللي انا بعتهم للناس، ربنا يبارك لهم ويصلح حالهم يا رب، انا بسلم الارض بعد الزراعه. يعني اظن ما فيش ثقه اكتر من كده. اظن أنا لو انا خايف من الارض مش هسلم الارض زرعه. ده انا اول ما اصلح الارض، يا جماعه تعالوا الارض اتصلحت وتعالى استلموا ارضكم، بحيث ان لو حصلت، لو قابلهم مشكله بعد الزراعه، انا خلعت بقى، خدت فلوسي وخلعت. فانا ما عملتش كده. انا اللي انا عملته ان انا بسلم الارض بعد الزراعه، بعد ما تزرع. يعني اي حد ياخد مني ارض وعايز يستلم الارض بعد الزراعه يستلمها، عجبته عجبته، ما عجبتوش ياخد فلوسه ويروح او يشوف غيرها. فالحمد لله، الحمد لله اولا واخيرا، والله المستعان. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب، وربنا يكرمنا ويكرمكم. وبس، جمد قلبك، جمد قلبك وما تخافش. السلام عليكم.